مشاهدينا الكرام، عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم طريق الحياة وولد الهدى. يسعدني ويسعد أسرة البرنامج استضافة الشيخ محمد ربيع أحمد من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا بك. الحقيقة لما بنتكلم عن السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يمكن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي بحر من الجمال والحكمة، ويمكن لو اتكلمنا وقلنا هو دستور الأمة وهو القدوة الحسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عايزة أعرف من حضرتك هو إيه الفرق بين الأسوة والقدوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وبداية أقول في سيدنا رسول الله كلمات ألفتها منذ أكثر من 20 سنة. الله. أقول فيها: ولد الربيع فلاحت الأضواء، وشدى على الدرب الأشم غناء، زهي الزمان وكبرت أيامه، ولد النبي فعزت الأنباء. الله. يا هذه الدنيا بطاها أبشري، فلقد علاك على الزمان لواء، جنبات مكة أشرقت بهلاله، وسعى لها الأفلاك وهي ثناء، وحليمة يسعدها بمحمد إذ أرضعته وكلها أنداء، فقد الأب الحاني ليرعاه الذي يرعى الوجود ودونه العلياء، والأم يا للأم لم تنعم به تركته وهو النبتة الخضراء، فقد الأب الحاني ليرعاه الذي يرعى الوجود ودونه العلياء، يا طلعة الهادي تحية شاعر الله. أشدو بها ما غرد الشعراء، أنا لا أرى إلا شريعة أحمد فيها لذي الداء العضال شفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. شيخنا، ماذا تعني عبارة ولد الهدى فالكائنات ضياء، نعم. وفم الزمان تبسما، نعم. وثناء؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. الله تعالى قال: لقد جاءكم من الله نور، اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين اللي هو القرآن. العالم كان قبل الإسلام سيدة الفاضلة السادة المشاهدون الأكارم كان يموج في بحر من الظلمات. تخيلي حضرتك أن الإنسان كان يباع ويشترى. تخيلي حضرتك أن دولة من دول الدنيا فيها أكثر من 1000 نحلة. يعني إيه نحلة؟ عندنا في الأزهر في كلية أصول الدين مادة اسمها مادة الملل والنحل. الملل جمع ملة وهي الدين السماوي، فيطلق على اليهودية ملة، وعلى النصرانية أو المسيحية ملة، وعلى الإسلام الخاتم ملة. تمام؟ ما سوى هذه الأديان الثلاث يسمى نحل، جمع نحلة. النحلة هي الدين الوضعي. دولة من دول الدنيا فيها أكثر من 1000 نحلة. يعني تخيلي حضرتك أنك ترى الإنسان في دولة يعبد الفار، يعبد الثعبان، يعبد حجر، يعبد صنم، يعبد شجر، يعبد مظهر من مظاهر الطبيعة. 1000 ديانة في دولة واحدة. تمام؟ مع احترامنا طبعا لكل الشعوب واحترام ثقافات الناس جميعا، نرحب بكل الناس، لكن عايز أوصل لحضرتك أن الإنسان مهما ارتقى بعلمه وبلغ من من التطور التكنولوجي وغير ذلك، إلا أنه سبحان الله ما زال العقل البشري قاصر، أو يعني يكاد يكون أعمى عن رؤية الحق. فقبل الإسلام كان الأخ يتزوج أخته في بعض الثقافات. كان الإنسان يتزوج بأمه في بعض الثقافات، زواج محارم. نعم. كان في جزيرة العرب وحدها كان الزنا منتشر. يعني كان من ضمن ألوان زنا المرأة، يعني أعزكم الله وأكرمكم، يزني بها 10 وتلد ولدا، تجيب ال10 توقفهم كده وتنسب الولد إلى أحدهم. تخيل حضرتك. نعم.
تخيلي وصلت درجة الحيوانية والقسوة إلى أن الإنسان يقتل ابنه أو ابنته التي هي من صلبه. حد يقتل بنوتة؟ ده البنات يعني أمارات. صحيح. تخيلي حضرتك يجيب البنت كده، وحينما تلد المرأة يحفروا لها حفرة. وسيدنا عمر رضوان الله عليه الله. الحقيقة كان بيقول لك أصعب موقف مر عليه وهو بيدفن ابنته وهي بتنظف التراب من على لحيته. نعم. خليني أقول لحضرتك الحقيقة السيرة العطرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هي لما يعني الناس اللي هم نقول عليهم الصالحين لما بيصلوا على النبي كتير، نعم صلى الله عليه وآله وسلم، يطلق رائحة كريمة، رائحة ذكية عطرة. الحقيقة يمكن العقل البشري مش قادر يتخيلها هي جت منين. سيدة الفاضلة، الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لكل داء. صحيح. شفاء لأمراض القلوب. أي إنسان تلم به ملمة يتقرب إلى الله تعالى والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تنفرج بها الكربات، تحل بها العقد. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من صلى، النبي قال هكذا: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. عايز حضرتك تتخيلي أن إكراما لمقام سيدنا النبي عند ربه أن الإنسان لما يقول اللهم صل على سيدنا محمد، الله في جلاله وعظمته يصلي على العبد، وصلاة الله لطف، وصلاة الله رحمة، وصلاة الله عتق من النار. فالصلاة على سيدنا النبي هي ملاذ كل مكروب، كل مهموم، وهي متعة الصالحين. الصالحون دائما يجدون في ذكر سيدنا النبي والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز أقول هروب من الدنيا أبدا، بل بالعكس هو مدعاة للعمل والجد والاجتهاد في ذات الوقت. على صلاة إصلاح للقلوب. نعم صحيح. صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي نوع من أنواع الذكر، نعم من أنواع الدعاء. نعم من أعظم الذكر. من أعظم الذكر على الإطلاق أن يصلي العبد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب لما نتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في واحد قال له أنا أجعل من صلاتي لك مثلا بضع، فقال له وإن شئت. فكمل لي هذا الحديث. طبعا هو هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يعني بيقول لسيدنا النبي: سيدنا النبي ماذا لو جعلت يعني ربع وقتي أقضيه في الصلاة عليك؟ طب وإن زدت؟ فالنبي يقول له زد. فالنبي في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث أخبره بأنك إذا جعلت كل الوقت للصلاة على سيدنا النبي كفاك الله تعالى ما يهمه. صحيح. يعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي انشغل قلبه بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبشر من سيدنا النبي بقضاء الحاجات. كل الحاجات تقضى بحول الله وقدرته. ما هذا إلا إكرام من الله لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يمكن في فلسفة ربانية عايزين نعرفها من وجود حضرتك النهاردة معانا. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ولد أميا وولد يعني أميا وأيضا يتيما؟ يمكن في فلسفة ربانية من هذه القصة الجميلة. شاء الحق تبارك وتعالى أن يولد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أولا ليعطي المثل والقدوة لكل اليتامى. أنا عايز أقول لكل يتيم اوعى يعني تنكسر على نفسك وتعيش بقى في مرض نفسي، أنا يتيم ليس لي والد. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في سن الرابعة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وجه الدنيا في 20 سنة. النبي غير وجه التاريخ في 20 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمي، هذا النبي اليتيم، تمام، نموذج يحتذى به. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم دايما يعني حتى ربنا عز وجل في سورة الضحى يقول له كده: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. أيوة نعم. فهذا معناه أن النبي محمد منفوح من ربه، فالذي رباه والذي تولاه هو الله.
تمام، اللي ربى سيدنا النبي، تمام، وأدب سيدنا النبي هو الله، عشان كده النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديب. فسيدنا النبي يعني صنعه الله عز وجل على عينه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة وأفضل السلام. سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها عن سيدنا النبي، قالت: هو قرآن يمشي على الأرض. نعم. كلمني، كيف كان قرآنا يمشي على الأرض؟ نعم. النقطة بتاعت النبي ليه ولد النبي يتيم، موضوع اليتم والأمية. نعم. أمية النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق نبوته، لأن معجزة سيدنا النبي الخالدة، المعجزة الرئيسية التي جاء بها هي القرآن المجيد. وهذا القرآن الله تبارك وتعالى تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، ولا حتى آية من هذا طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا حينما نشأ في بيئة هم أرباب الفصاحة والبلاغة في الدنيا، فكون أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يأتيه بهذا القرآن، فهم يعني يدركون ويعرفون معنى اللغة. فلما يأتي هذا القرآن المجيد بهذا اللسان العربي المبين يتحدى به الإنس والجن، فيعجز الخلق إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا الكتاب الهادي إلى الله تعالى، هذا الكتاب الذي يجمع بين دفتيه العقيدة والشريعة والأخلاق. القرآن هو منهج الحياة، القرآن هو طريق العبد في السير إلى الله. فلما تأتي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول عن سيدنا النبي أنه كان خلقه القرآن، أو أنه كان قرآن يمشي على الأرض، معناها أن يعني أنا أقول دائما بأن القرآن عندنا المكتوب في المصاحف هو كلام الله النظري تمام الذي نزل على قلب سيدنا النبي. سيدنا النبي هو قرآن، لأنه كان تطبيقا عمليا لكل ما جاء في كتاب الله من أوامر ونواهي. هل ممكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما لم يأمر به الله؟ مستحيل. صحيح. هل القرآن ربنا يجيب القرآن لسيدنا النبي بأمر والنبي يأتي بخلافه؟ صحيح. نعم، لا يصح. صحيح. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما هي مكارم الأخلاق التي بعث بها سيدنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام؟ هذا سؤالي، ولكن بعد الفاصل فاصل وألقاكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم طريق الحياة. يقول المصطفى صلوات ربي عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وحين خاطب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إذن الأخلاق هي محور الحياة الإسلامية. كيف نغتنم يمكن الأخلاق وقيم الأخلاق الجميلة، وكيف نربي وننشئ أبناءنا على هذه القيم؟ نعم. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، الله. والشرك أنذر بالنهاية عندما ولد البشير وأشرق الإيمان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية لأتمم صالح الأخلاق. يعني كان في أخلاق في الجاهلية، نعم، كان هناك أخلاق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمم، هو المكمل لكل قيم الدنيا، لأنه هو الأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عشان إحنا يا مسلمين نتأسى به، يعني نعمل زيه، نتشبه به في خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كأن الله يعلم أن العالم في مثل هذه الأيام سينحدر في جب من القيم الفاسدة. صحيح. وأن الأخلاق الرفيعة هتبقى حالات شاذة في المجتمع، يعني صحيح. القيم الرفيعة والأخلاق الفاضلة هتبقى غريبة صحيح. في مجتمعنا. صحيح. فالله تعالى أرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النبي الخاتم لكل مكان ولكل زمان صلى الله عليه وسلم، ليعالج هذه القضية. يبقى بنقول أن هذا العالم الآن
في أمس الحاجة إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لازم العالم يرجع تاني لسيدنا النبي علشان يستقيم حاله. صحيح. عشان الأمن يعم، عشان الإنسان كرامته تصان. النبي صلى الله عليه وسلم جه في عالم غارق من الدماء. تخيلي حضرتك العرب إذا أعزك الله وأعزكم الله وأكرمكم، كلب أعزكم الله بال على خيمة قبيلة تقوم بينهما حروب طحين عشرات السنين. تخيلي حضرتك كانوا رعاعا، كانوا سوق وغوغاء ودهماء ولا قيمة لهم ولا قانون ولا مدنية. سيدنا النبي هو الذي جعل للعرب، بل جعل للمسلمين، بل جعل للبشرية قيمة، وأعاد للإنسان كرامته بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فحياة النبي كلها أخلاق. فالنبي قدوة أي واحد مربي فاضل عاوز يربي نفسه أو يربي أولاده أو أي مصلح اجتماعي، لن يجد في هذا الكون مخلوق يضاهي سيدنا النبي في جماله، في رحمته، في كرمه، في صدقه، في طهارته، في نضارته، في نظافته، في جماله صلى الله عليه وسلم، في تبسمه، في رحمته، في لينه، في عونه، في كرمه صلى الله عليه وسلم، في رقته، في حبه للمخلوقات، في رعايته للأطفال، في رعايته للنساء، في رعايته حتى للحيوان. أكرمكم الله وأعزكم يا إخواننا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في كل مجالات الحياة عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. القرآن أكثر من 90% من آيات القرآن ما هي إلا أخلاق، أمر بمعروف ونهي عن منكر، صحيح، تقويم للإنسان، وضع طريق مستقيم للإنسان يسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو دين سيدنا النبي هو كده، ديننا كله قيم وكله أخلاق. ويوم أن يعني يتخلى أو تتخلى الإنسانية عامة وأمة سيدنا النبي خاصة عن هذه القيم، تمام، تذوق ما تذوق بقى من ويلات من ويلات الفرقة ومن ويلات الحروب كما نرى هذه الأيام. صحيح، صلى الله عليه وسلم. فهو رحمة عليه الصلاة والسلام. الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما نتكلم بقى عن الرحمة وصور الرحمة في حياة سيدنا النبي، هتقول لنا إيه؟ لا يا أخواني الكرام، رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. أركز بس على الأسرة والبيت. أي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج يحتذى به في الوالد والزوج والجد صلى الله عليه وسلم. يدخل سيدنا النبي البيت يبقى الهنا والسعادة والسرور والفرح دخل صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نموذج حتى في الحروب والله صلى الله عليه وسلم. نهى عن أن يمثل الإنسان بأخيه الإنسان. لا يجوز أن أنا أمثل. لا يجوز قتل إنسان قال لا إله إلا الله. صحيح، تمام. سبحان الله. في الحروب النبي نهى عن أن يهدم بيت أو بيع اليهود أو كنيسة لنصارى أو أي معبد لأي إنسان. يحضرني كمان يا شيخنا لما لقى الصغير وهو يبكي عصفوره الصغير، كلمني في هذا السياق. يعني ده نوع من أنواع المواساة والرحمة. سيدنا النبي شوف النبي محمد بجلال قدره ينزل ويتواضع ويداعب طفل يقول له ما فعل النغير أو العصفور بتاعك أخباره إيه. لا يا ست، ده الأجمل من ذلك كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا للرفق بالحيوان في الدنيا. فيرى شباب حاطين دجاجة جعلوها هدفا يضربونها بالنبال، فقال لا تمثلوا عباد الله بخلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة تأتيه مسرعة عليه الصلاة والسلام هربا من الجزار، فالنبي قال له يا أخي سقها إلى الموت سوقا رفيقا. حتى في ذبح الحيوان الذي سخره الله لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليسن أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يجوز عندنا في الإسلام، والنبي اللي علمنا إن أنا أذبح بهيمة أمام أختها حتى لا تفزع ويجي لها هلع وخوف. لا، ده دين إن أنا أطعمها وأسقيها قبل أن أقوم بذبحها. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب حمارا قال له يا أخي من لا يرحم لا يرحم. تمام. طب إذا كان النبي بالحيوان بهذا الرفق وبهذا اللين فنجده بخلق الله سبحان الله أرفق. فيبكي لبكاء غلمان صغار صلى الله عليه وسلم، يقصر من الصلاة
لما يرى سماع بكاء، يعني سمع بكاء طفل سيدة فاضلة من الصحابيات الفضليات رضي الله عنهن تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فابنها الرضيع بكى، فالنبي أصر من الصلاة لوجد أمه عليه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يخطب في الناس وهو يحمل ولده الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، يطيل في السجود حتى ظن صحابته أنه قبض. ليه يا رسول الله؟ قال ولداي ارتحلاي، الحسن والحسين ارتحل رسول الله كأنه جمل. تمام. فالنبي حتى لا يقطع عليهما لذة اللعب يفضل مطول في السجود حتى ظن صحابته أنه قبض أو مات صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تخيلي لما يقعد يداعب الأطفال والصبية كده ويقول له الأقرع بن حابس يا رسول الله يعني مجلس حكم وإدارة ولا مجلس صبية؟ قال له يا أقرع أما عندك من ولد؟ يقول له أنا والله إن لي 9 من الولد ما قبلت منهم واحدا. النبي يقول لا أرى إلا أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. لا يرحم. والأمثلة على ذلك كثيرة. شيخنا الحقيقة يمكن الدروس المستفادة من السيرة النبوية العطرة تقدر تقول لي إيه هي فيه؟ من أهم الدروس المستفادة أن ندرك أن السيرة هي شارحة لكتاب الله، مبينة لكتاب الله. حياة سيدنا النبي العملية صلى الله عليه وسلم بدراستها نفهم القرآن. صحيح. هي مبينة لكتاب الله، هذا أمر. الأمر الثاني هي فيها نموذج للقدوة الحسنة في كل مجالات الحياة. تمام. 3 فيها نموذج للتربية السليمة. عايزين نربي أولادنا وبيوتنا نتعلم من سيدنا النبي طرق ووسائل التربية منه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فيها شارحة لكتاب الله، لما ربنا يأمرنا بإقامة الصلاة، يأمرنا بحج البيت، يأمرنا بإخراج الزكاة. طب نتعلم من مين؟ نتعلم من سيدنا النبي، فيقول لنا خذوا عني مناسككم، يقول لنا صلوا كما رأيتموه صلي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى إذن هذه السيرة بدراستها نصل في النهاية إلى حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نعرف قدر رسول الله ومقام رسول الله، وكيف أن الله أخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. صحيح. مش كده؟ لما ندرك قيمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله تعالى يعني أنقذنا من عبادة مظاهر الطبيعة والمخلوقات إلى عبادة الله الواحد. صحيح. فضل من ربنا. صحيح. فالحمد لله على نعمة سيدنا النبي في حياتنا الذي أخذ. يعني أنا عايز يعني أقول حاجة والله العظيم، من الآيات التي تزلزل قلبي وأهيم شوقا في حب سيدنا النبي. الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إخواننا من سبقونا من الأمم الغابرة كان الله ينتقم منهم بذنوبهم، عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون وغيره، كل دول ربنا انتقم منهم بذنوبهم. لكن إحنا فتح الله لنا باب الرحمة وباب التوبة، وما هذا إلا لخاطر سيدنا النبي. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلولا رسول الله لهلكنا. صحيح. لضللنا. نعم. كيف نعبر عن محبتنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا اتباع شريعته، التأسي به في أخلاقه. ندرس حياة سيدنا صلى الله عليه وسلم ونشوف أخلاقه ونشوف صفاته الخلقية والخلقية ونتأسى به. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتعامل مع زوجاته، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يدعو إلى الله، كيف كان يربي، كيف كان يجاهد، كيف كان يتعامل في القضايا الكبرى، كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى. فنتأسى به صلى الله عليه وسلم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قد يؤكر المرء أو يساب على عدم اقتدائه بسيدنا النبي. طبعا احنا الله تعالى ما أرسل الرسول إلا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا مهمتنا ان احنا نتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به كتاب الله كتاب الله وسنتي. القرآن والسنة يا اخوانا جناحان لدين. الدين ليه جناحين. صحيح. القرآن والسنة بغير أحدهما يسقط. صحيح. أحسنت يا شيخنا. مشاهدي الكرام، لا يسعني في نهاية حلقة اليوم سوى أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ محمد ربيع من علماء وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات كثيرة ومتعددة في حلقات البرنامج المقبلة. إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدي الكرام، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.